هتصدقني لو قلت لك ان انا قعدت حوالي 3 سنين مصاب بمرض السكر ومحدش يعرف ان انا عندي سكر غير الناس القريبه مني واهلي بس. اعز صاحب ليا ما يعرفش ان انا عندي سكر، وما كانش اي حد يعرف، ولا كان في المدرسه ولا المدير ولا اي حد ايا كان يعرف ان انا مصاب، هم اهلي فقط. واقول لك النهارده الموضوع ده كان عامل لي ازاي مشاكل وكده في الفيديو بتاع النهارده. بس عايز اسالك سؤال، لو كنت مصاب بالسكر ليه مش بتحب تعرف الناس انك مصاب بالسكر؟ والموضوع ده كنت فاكره فيه انا لوحدي، لحد ما الحمد لله ربنا قدرني ان انا اساعد ناس عندها سكر كتير، وطلع ان يعتبر 99% من الناس اللي عندها سكر من النوع الاول او عندها سكر عامه مش بتحب ان حد يعرف. يعني الاقي الشخص وهو داخل معاه استشاره بيقول لي احنا مش عايزين الاستشاره مثلا تتسجل ولا اي حاجه كده، ولا جاي مش بسجلها، بس بيقول لي مش عايزها تتسجل، مش عايز حد يعرف. والموضوع ده ما بيحصلش مع اطفال، زي ما قلت لك ده ناس معديه ال 35 سنه وناس كبيره ومتجوزه ومخلفه. فالموضوع ده كان عامل لي زي خرم كده في دماغي، وكنت بسال نفسي طب ليه اللي يخلي الشخص ان ما يقولش للناس ان هو عنده سكر؟ فكمل الفيديو ده للاخر، لان انا هفوقك من الحاله دي، واقول لك تعمل ايه لو عندك سكر يخليك تبعد عن الموضوع ده، واقول لك ايه المشاكل اللي هتواجهك لو فضلت بالعقليه دي. فهات اي حاجه تشربها لان ممكن الفيديو يطول، ويلا بينا. بس في الاول خالص احنا مش اقل من اي يوتيوبر، لازم اقول لك المقدمه. انا اسمي خالد ناصر، مصاب بمرض السكر بقالي حوالي 4 5 سنين. القناه دي معموله للناس اللي عندها سكر والناس اللي بتتمرن والناس اللي حابه تعمل شكل جسم كويس وكده، لان انا مصاب بالسكر وصلت للشكل اللي قدامك ده. فاكيد انا اكتر شخص ممكن يساعدك كشخص طبيعي او شخص مصاب بالسكر. شايفين الدبانه دي كل ما اصور الفيديو تيجي؟ ويلا بينا على اول حاجه، والموضوع ده كان معايا انا ومن تجربتي انا الخاصه. ممكن يكون انت عندك حاجه تانية، اكيد اي حاجه بتتقال في الفيديو ده من تجربتي مش من تجربه اي شخص، ومن تعاملي مع كذا شخص مصاب بالسكر. اول حاجه نخش عليها نظره المجتمع. الشخص اللي مصاب بالسكر بيشوف ان اي شخص هيعامله كويس الفتره الجايه. يعني مثلا لو اصاب بالسكر جديد، فبيشوف ان اي شخص هيعامله كويس الفتره الجايه، بيشوف ان هو بيعامله كويس مش علشان هو بني ادم، مش علشان بيحترمه كانسان، لا لا لا, لا عشان عنده سكر. فاكيد اكيد لو انت مصاب بالسكر ومش معرف حد، فاكيد الموضوع ده عندك ان انت خايف من حد يقول لك يا حرام، او اي حد يبص لك نظره ان انت قليل او مريض. يعني انا عن نفسي كنت بتضايق جدا ان انا اقول لحد ان انا عندي سكر، علشان ما يقعدش فاهم يحسسني ان انا انسان ضعيف، وان انا انسان مختلف، وان انا انسان لازم اتعامل معامله خاصه، وان انا انسان لازم محدش يهزر معايا وكده. والموضوع ده برضو ليه مشاكل زي ما ليه مميزات. يعني لو انت فاكر ان مميزاته ان محدش يعرف ويعاملوك معامله طبيعيه، من عيوبه ان ممكن يحصل لك مصيبه وتقع ومحدش يفهم في ايه، فكروك بتهزر مثلا. وتاني حاجه، ودي كان بيسالها لي الناس اصحابي اللي معرفهم ان انا عندي سكر، واللي هي الاسئله المحرجه الكتير جدا اللي مش بتخلص، اللي ما بقاش عارف، يعني ما كنتش عارف ارد عليها خالص. واللي هي مثلا جالك سكر من امتى؟ السكر جالك من اكل الحلويات كتير. طب زعلت جالك السكر؟ طب مش عارف ايه اللي حصل فيك. فالموضوع كان مسبب لي مشكله كبيره. هو انتوا فاهم انتوا بتعملوا عليا ابحاث؟ يعني قبل ما اصاب بمرض السكر انا كنت شغال في سوبر ماركت، تمام؟ فالسوبر ماركت ده اجى شخص تاني اشتغل فيه، فقال لي انت كنت اكلت حاجه من السوبر ماركت جابت لك سكر، قول لي ايه هي اللي انت اكلتها علشان ما اكلهاش وما يجيليش سكر. فيعني انت فاهم؟ طب ده رد دلوقتي اقول له ايه؟ يعني قول لي دلوقتي انا رد اقول له ايه دلوقتي؟ هو بيتعالج، طب الانسولين ادمان، طب هتفضل تاخد انسولين لامتى؟ طب ليه يا باشا؟ في ايه يا كل الكلام ده يا باشا؟ الموضوع بسيط. ولو رجع بيا الزمن هقول لهم يا جدعان بكل بساطه السكر ملوش علاقه باي حاجه من الكلام ده كله. السكر اجى بسبب ان ربنا عايز كده. ممكن تكون شايف ان الاسئله دي بريئه، وانا دلوقتي شايفها بريئه، ولما اي حد بيقابلني في الشارع يقول لي الاسئله دي، بحس ان هو شخص حابب يفهم اكتر، حابب يتعلم، حابب يكبر نظرته اكتر عن الموضوع ده. لكن فعلا كانت بتسبب لي مشاكل زمان، وبالذات لو انت مصاب بالسكر جديد بتحس كده ان انت فيك حاجه غلط، تحس ان انت انسان يعني فيك حاجه غلط. تالت محور وده مسبب لي مشاكل واكيد مسبب لك مشاكل، واللي هو التميز. اللي هي من الاخر اللي انت تحس نفسك انك غريب وسط البشر. ازاي؟ مثلا وانت رايح تشتغل مثلا لو في الشغل وعارفين ان انت عندك سكر، فيبداوا ان هم يحسوا ان انت مش هتبقى يعني شخص منتج بالكفاءه العاليه، فاهمني؟ فبيحسوا ان انت شخص اقل كفاءه. وفي الجواز لما تيجي تتجوز يقولوا هل ده شخص ينفع للجواز ولا لا. ونبقى فكرنا اعمل لك فيديو عن الموضوع ده، لان الموضوع ده معقد. ناس كتير عندها سكر وناس كتير عندها سكر مش عارفين يتجوزوا بسبب الموضوع ده. بس الموضوع ده قل شويه، لان انا اعرف ناس عندها سكر وكده، اصحابي بيخشوا معاها استشارات الحمد لله. ومنهم احمد، سايب لك صورته على الشاشه. احمد ده اللهم صل على النبي، الف مبروك ليه، هيتجوز حوالي كمان 3 شهور مثلا باذن الله. كان السكر عنده مش متظبط، والحمد لله ساعدته بفضل الله ان هو يزيد 6 كيلو،
ان هو الحمد لله يظبط مستوى السكر من 400 500 للحمد لله دلوقتي سكره 160 وكده. ممكن تشوف رأيه عندي في الانستجرام، لان مش عارف ممكن اشغل الفيديو هنا ولا لا. بس على العموم التميز ده والحوار ده بيخلي الشخص يشوف نفسه انسان غريب، بيخليه يشوف نفسه انسان ضعيف. انا اقل من اي انسان، انا اقل انسان ربنا خلقه على وجه الارض. ان انت لو شفت نفسك كده صدقني حياتك بتتدمر، لان نظرتك لنفسك بتنعكس عن نظرة الناس ليك. يعني انت لو شايف نفسك انسان كويس، انسان واثق من نفسك، الناس هتشوفك انسان كويس وانسان واثق من نفسك. عارف ان انا دخلت في حتة علمية، بس انا بحب يعني الكلام ده وكده، وبنزل اساسا فيديوهات عنده، وهتلاقي فيديوهات نازلة عن موضوع حوارات الشباب وكده. فيعني عامة الموضوع ده بيدمر الشخص وبيحسسه ان هو ضعيف. ورابع حاجة واللي هو انكار وعدم تقبل الوضع. والموضوع ده كان عندي بشكل ما، يعني ان انا ما كنتش بقول للشخص اي حاجه من النوع بتاع ان انا عندي سكر او اي واحد صاحبي، لان انا شايف نفسي ان انا ما عندي سكر، لان انا كنت باكل اللي بيجي في وشي. ما كنتش قادر اتقبل فكره ان انا هعيش يعني زي ما الانسان بيعيش حوالي 40 50 سنه. ممكن انسان يموت اول ما يتولد، ممكن انسان يموت اكتر من كده، بس انا بقول لك متوسط عمر البشر. ما كنتش يعني قادر اتقبل ان انا عايش الفتره دي كلها وانا عندي سكر. كنتش عارف اتقبل الوضع قوي. واهم حاجه ليه كمريض سكر او اي انسان بيعدي باي مرحله، انك تتقبل الوضع علشان تعرف تحله. انت دلوقتي هتحل المشكله انت ما انتش عارف ان هي موجوده. وركز معايا جدا في النقطه اللي هقولها لك دي، واللي هي ان انت لو عندك سكر لازم تقول للناس. لان الدعم المعنوي، ان الشخص يدعمك معنويا، مش باختلاف ان هو يفهمك ان انت انسان تقدر تحقق، ان الشخص يطلع يدعمك معنويا زي ما انا بكلمك كده. انا مش طالع اقول لك يا عيني حرام مش عارف انت ازاي كده، لا. انا طالع افهمك وضعي، بفهمك ان الموضوع عادي، بفهمك ان أنا الحمد لله في باي وفي تراي الحمد لله ان انا عندي كل الكلام ده. فاكيد انت هيبقى عندك، لا اشمعنى انا وانت لا، يعني انت تقدر، انت تقدر انك تعمل كده. فده دعم معنوي. فانت لو انت ما حكيتش للاشخاص اللي يعني اللي جنبك وكده، محدش هيدعمك معنويا. والموضوع لو هتقول لي مش محتاج حد ومش عارف ايه، وهتعيش في اكتئاب وصاحبي ما فيش بشر غيرنا 7 مليار وانا في وحده، فصدقني انت مش هتقدر تعيش خالص كده. يعني صدقني انت ربنا خلقك في الدنيا دي، وخلقناكم قبائل لتعارفوا، ان شاء الله اكون قلتها صح. فانت مخلوق علشان تكون وسط المجتمع، علشان خاطر لو حد صاحبك تعبان تبدا تهون عليه، ولو انت تعبان صاحبك يهون عليك. اه ما تقعدش تشكي وتبكي، لكن انت اكيد فاهم فكرتي. وسادس حاجه ودي اللي حليت بيها الحوارات اللي بقولها لك دي كلها، واخر حاجه في الفيديو. اول حاجه كده، اول حاجه يعني والله دي الحاجه اللي ساعدتني ان انا نزلت اتمرن. تمام. قبل ما اتمرن لما جالي سكر انا كنت حوالي 35 كيلو، 35 كيلو حوالي. فيعني فكره ان انا اقول لشخص ان انا عنده سكر، كانت الفكره هتبان ان هي غريبه، ان انت باين ان انت انسان ضعيف، وان انت رفيع، وان انت انسان ضعيف فعلا. يعني انا كنت بشوف نفسي في المرايه فعلا، نظرتي عن نفسي ان انا انسان ضعيف، ان انا انسان قليل، ان انا انسان ممكن اي حد يضربني ويعني ما فيش فيها ألم بمعنى الكلمة، يعني زي ما احنا بنقول. بس لما نزلت الجيم والحمد لله وصلت لجسم كويس، نظرتي بدأت تختلف عن نفسي. بقى نظرتي ان انا احب اقول ان انا عندي سكر، مش بمعنى الشكوى، بمعنى ان انت لما يبقى عندك سكر وعامل جسم كويس، وشخص مثلا يسالك انت بتتمرن بقالك قد ايه، فتقول له مثلا بتمرن بقالي سنه ونص، فيقول لك ما شاء الله جسمك جميل، وتقول له انا عنده سكر. ساعتها ما بيبقاش النظره كده، بتبقى النظره كده اللي هو بيبص لك بتفاجؤ. فساعتها انت يعني انت بتبدا ان انت تكون فخور بنفسك، فخور ان انت عملت انجاز مش اي حد بيعمله. اه ما تعتمدش على نظره الناس ان هم يبصوا لك ان انت لا انت بتعمل كده، لا كده علشان خاطر نفسك، وعلشان المؤمن القوي احب اقرب الى الله من المؤمن الضعيف، وده كلنا عارفينه. بس لما نظرة الناس بتكون كده ليك، انت بتتشجع انك تكمل، بتبدأ تفهم ان الموضوع ده بدل ما هي ميزة تعيبك، دي ميزة تنفعك. الموضوع ده كان السبب ان انا فتحت المحتوى اللي قدامك ده. لما اصحابي في المدرسة بدأوا يشوفوا ان انا جسمي بيتطور، رغم مثلا ان هم ما يعرفوش، وما يعرفوا ان انا بتمرن بس لما يعني يسألوني انت بتتمرن ازاي، طب انت بتاخد حاجة، لان انا زدت 45 كيلو في فترة قياسية، وال 45 كيلو بيني وبينك عضلات. فكانت الناس متفاجئة. فما بالك بقى لما انا طلعت على السوشيال ميديا وعملت اول فيديو، اول فلوج ليا، والفلوج ده الحمد لله كان جاب مشاهدات كويسه، وطلع اقول فيه يوم في حياه مريض سكر. فكل الناس اتفاجئت ازاي خالد اللي ما شاء الله يعني عليه ازاي عنده سكر ووصل للجسم ده. وناس كتير اتفاجئت لان الناس مش متعوده ان هي تشوف مريض السكر كده. فمن الاخر وملخص الكلام اللي قلت لك ده، لازم تنزل الجيم، لان الجيم هيخليك مميز، هيخليك انسان يعني شكلك وحش، انت شكلك كويس وعندك سكر. فمش هيبقى شكلك كويس بس زي اغلب الناس اللي بتتمرن، لا ده انت شكلك كويس وعندك حاجه من الصعب ان انت تعمل شكل كويس وهي عندك، غير لو انت انسان فاهم ومحترف. في كده حاجه عايز اعرفها للناس اللي حوالين مريض السكر،
سكر، بدل ما تقول له يا حرام يا عيني يا الكلام ده كله، قول له انت قوي، قول له انت تقدر، قول له انت وحش. خليك معاه من غير ما تحسسه ان هو انسان قليل. حتى لو انت والد مريض سكر ما تحسسوش ان هو مش قد المسؤوليه، ما تحسسوش ان هو انسان ضعيف، ما تحسسوش ان هو ما يقدرش ينزل يتعامل مع البشر بشكل طبيعي. فلو انت اب المريض سكر، فعامل ابنك اللي عنده سكر زي اولادك العاديين، لان ده يسبب مشكلتين. اول مشكله، مريض السكر ذات نفسه هيحس ان هو قليل ويحس ان هو اقل من اخواته. تاني حاجه، اخوات مريض السكر هيشوفوا ان هم ابوهم مش بيحبهم مثلا ولا امهم بتحبهم، وده هيسبب عندهم حقد وكره لاخوه حتى لو هم عارفين ان هو مصاب بمرض السكر. وبس كده، ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم، بس الموضوع ده علشان يتكرر معاك كتير في الاستشارات. ولو انت حابب تحجز ميتنج او استشاره، سايب لك الانستجرام، رقم الواتساب في الديسكريبشن تحت. بعت لي رسالة وبعت لك كل التفاصيل، وعامل عرض الفترة دي على 5 أشخاص مصابين بمرض السكر. 5 أشخاص دول هدربهم حوالي شهر، أوصلهم لأفضل شكل جسم ممكن يكونوا يوصلوا له في حياتهم بسعر رمزي. السعر مخفض الفترة دي، فابعت لي وإن شاء الله تلحق قبل ما الناس تخلص. وعموما يعني ما عادش غير شخص ولا شخصين ممكن يخلصوا قبل ما الفيديو ده يخلص. فيلا بينا بقى نقفل الفيديو ده، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي. اعمل لايك، اعمل اشتراك، أشوفك الفيديو الجاي. سلام يا وحش.